ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم بفيديو جديد سهل جدا وبسيط كالعاده. معلش صوتي تعبان شويه عشان كان عندي برد شديد. خلي بالكم يا جماعه من الجو اليومين دول. بجد الانفلونزا اللي موجوده صعبه جدا. بجد انا ما كنتش بتكلم خالص. ولا صوتي كان بيطلع. ده دلوقتي كده بعرف اتكلم. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ندعي الشهداء سوريا وتركيا بالرحمة والمغفرة يا رب. ربنا يصبرهم. مبدئيا كده معايا بصل ومعايا فلفل وكمون وقطعة زبدة وملح بس كده. هجيب الكبة وهنقطع البصل ده. هنقطع كل البصل دون. يا ريت يا جماعة تدعموني بلايك. اللايك ما بيتبكوش في حاجة. ويا ريت لو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كلمة الكل عشان يوصلك كل إشعار أنا بعمله. كل فيديو يعني أنا بعمله. خلاص أنا بقطع البصل هنا اهو كله. خلاص قطعت كمية البصل اللي معانا اهي. وهضربها ضرب ايه كده ايه، ضربة حلوة كده بحيث ان البصلة تكون ناعمة خالص معايا. زي ما انتوا شايفين كده الكبة دي جميلة جدا يا جماعة. حلوة جدا في المطبخ وعملية وبتسهل عليكي حاجات كتير. خلاص كده. جيب بقى الحلة واحط فيها البصل ده اهو. زي ما انتوا شايفين كده. واحط بقى ايه الفلفل، شوية الكمون والملح. وهقلب المكونات دي بقى مع بعض. ادعكها بايدي. تدعكيها بايدك على اساس ان هي تطلع المية كلها اللي فيها. دي افضل طريقة للمرتة يا جماعة. تديكي نتيجة افضل. انا بفضل اعمل المرتة دي يا جماعة ببصل ابيض، بس ما تلاقيتش بصل ابيض عملتها بالبصل الاحمر لان البصل الاحمر بيبقى غامق في المرتة. الابيض بيبقى فاتح حلو في المرتة. فجبت بصل احمر وعملتها بيه عادي. خلاص. يعني مش هيقول لا، بس احنا بنتكلم على اللون يعني. هنحط هنا قطعة الزبدة زي ما انت شايفة كده. وهنضيف لها شوية مية. مش هنكتر المية على اساس ان البصل الاحمر ده بينزل كمية مية كتيرة. كمية المية السوائل فيه كتيرة. خلاص. هنحط بتاع 3/4 كوباية مية كده بس. هناخدها بقى على النار نسويها اهي. وهنجيب الفرخة بقى اللي معانا اللي احنا غسلينها ونقعينها في خل وملح وليمون وغسلينها كويس. بعد المرتة ما سوت معانا بقت بالشكل ده. هنجيب الفرخة بس يا جماعة انا مقاطعة الفراخ بقالي اكتر من شهر. دي المكونات اللي انا هحطها في الشوربة: جزر، ورق لورا، وحبهان ومستكة وفلفل حصى. خلاص. دي فرخة اهي، جوز اللي جايبها مش انا مقاطعة بقول لكم من بقالي اكتر من شهر. مقاطعة الفراخ ما اشتريتش فراخ. خلاص. عشان ما حدش يقول انت مش احنا مقاطعين. انا هحط بقى هنا ايه، هحشيها زي ما انتوا شايفين كده اهو. تحشيها كلها لغاية ما تحشي القلب كله. هي الفرخة كبيرة في السن يعني عجوزة لان ايه، لحمها ناشف. لان جوزي وهو بيجيبها من الراجل تلاقي هو بيذبحها له وبينضفها تلاقي في قلبها بيضة. حتى انا لما مسكتها قلت له دي كبيرة في السن يعني هتاخد سوا. فقال لي انا الراجل اللي تلاقى فيها بيضة جابها لي. قال لي دي من حقك. انا بحب اعمل فراخ هي بلدي يا جماعة. بحب اعمل الفراخ البلدي بالطريقة دي زي البط. بحب احشيها مرتة.
خلاص بتبقى حلوة، انما الفراخ البيضة بتبقى حلوة في الشوي. الفراخ البيضة بتبقى احلى في الشوي، تديكي نتيجة حلوة قوي. لو عايزة بقى تعمليها بخل اعمليها، بس انا بفضل الخيط والابرة. بقى هقفلها بقى بالخيط والابرة، على اساس ساعات الخلة بتسيب الفتحة وبيطلع الحشو منها. فانا الصراحة بفضل الابرة والخيط بخيطها. انا خيطتها اهي. اضم كده رجليها على اساس ما تبقاش ايه، تبقى متكتفة في الحلة وحلوة، متبقاش اخدة جزء كبير في الحلة. انا كتفتها خلاص اهو. هنروح بقى على البوتاجاز. انا هنا غليت المية طبعا، وانا كنت بشتغل كنت بغلي المية. احطها كده في المية اهي مغلية. لازم تعملي حاجات ايه تخليكي تسرعي ايه وقتك في المطبخ، يعني وانت بتشتغلي في الفرخة بتولعي على المية تغلي. حطيت الجزر واللورا والحبهان والفلفل الحصى، وحطيت الحاجات بتاعت الفرخة اهي. وانا بسخن لها ميه كمان عشان ازودها في نفس الحله اللي انا عملت فيها البصل من غير ما اغسلها، لانها بتدي طعم حلو في الشوربه اهي في نفس الحله اللي كان فيها المرتة. زي ما انتوا شايفين كده زودتها ميه هنا. ده مش ملح يا جماعه، الملح طبعا بنحطه في الاخر، وخصوصا ان دي الفرخه دي كبيره في السن. دي شويه سكر، السكر هيسرع عمليه السوا. هنا بقى ايه، هنعمل صينيه بطاطس، جزر وبطاطس مع بعض. احب صينيه البطاطس بالطريقه دي. وفي مكون هنا بقى هحطه في اخر بعد ما اعمل صينيه البطاطس، بيخلي لك صينيه البطاطس تحفه. هنقطع البصل هنا جوليان او طرنشات كده زي ما انتوا شايفين، عشان في حد في اول ما فتحت القناه قال لي جوليان يعني ايه. البصل كده قطعته طرنشات زي ما انتوا شايفين كده. والمكون ده بيغنيك عن مرقه الدجاج، وفي نفس الوقت صحي. ما بتضطريش تحطي المكون ايه اللي هو مرقه الدجاج، لا، ده حاجه صحيه في بيتك انت بتحطيها، وبتديكي طعم نفس النتيجة وأحلى كمان، وحاجة مضمونة انت اللي عاملاها في بيتك كمان. خلاص أنا قطعت البصلة هنا، هحط شوية فلفل. طبعا يا جماعة البهارات زي ما قلت لكم حسب رغبتكم انتم، بس ما تكتريش البهارات في الأكل، لأن البهارات في الأكل بتخلي الأكل، دايما بنوه عن كده في الفيديوهات بتاعتي، البهارات في الأكل كتير بتخلي الأكل ملوش طعم. يعني الأكلة نفسها ما بتظهرش طعمها، بتحسي ان انت بتاكلي في البهارات طعم البهارات اكتر، ما بيبقاش الاكل كويس. خلاص انا حطيت بقى ايه البهارات بتاعتي، كمون هنا فصين توم مفرومين، كمون وفلفل زي ما انتوا شايفين كده. وهنا بقى معايا الفلفل الالوان اهو، انا مقطعاه ومجهزاه في الفريزر على اساس يكون جاهز عندي دايما في البيت، يبقى كل حاجة عندي في البيت جاهزة ومتاحة. دايما تجيبي حاجتك كده وتجهزيها، مش كل ما هتعوزي تطبخي طبخة او تعملي حاجة حطي الملح هنا، تنزلي تشتري حاجتها، لا يبقى كل حاجة عندك ايه موجودة في البيت. هنا برضو هعملها كده بايدي. افضل نتيجة لصينية البطاطس ان انت برضو تدعكي كده البصلاية بالحاجة بتاعتك، بالبهارات بتاعتك بالملح كله بايدك برضو، بتطلع مية البصلة وبتديكي نتيجة افضل. ممكن تقلبيها بالمعلقة كل المكونات دي، لو مش عايزة بايدك عادي بتقلبيها بمعلقة بس. انا بقولك على النتيجة الافضل ان انت اللي انت هتاخديها ان هو بايدك كده. خلاص هحط بقى هنا البطاطس والجزر. معلش سامحونا على صوتي يا جماعة. زي ما انتوا شايفين كده. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كده اهو زي ما انتوا شايفين. هحط الطماطم، مش هحط كمية الطماطم كلها،
اقلب كده، ولو لو احتجت طماطم بعد كده. خلي بالكم يا جماعه، دور البرد اللي داير ده جامد 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 جدا. انا بقالي 4 ايام قاعده في السرير، والله 4 ايام ما كنتش بتكلم، يعني صوتي كان بيطلع بالعافيه. يعني انا صوتي بدات اتكلم كده. خلاص، المكون بتاعنا بقى الشوربه. انا ما كملتش طماطم. الشوربه هنحط شوربه دايما تكون عندك في الفريزر، ما ترميش الشوربه اللي بتفيد منك. لا، بتحطها في كيس تلاجة كده، بتفرزيها في الفريزر، بتحطها في اي خضار، صينيه بطاطس، اي خضار عندك عايزه تعمليه، بتستخدمي فيه الشوربه اللي عندك متاحه عندك في الفريزر، بتطلعيها وبتستخدميها، بتديكي نتيجه جميله جدا وكويسه في الخضار. وصينيه البطاطس بالطريقه دي بتكون تحفه. وهنحط قطعه زبده، وانا حطيت معلقتين زيت مع قطعه الزبده، تقريبا ما ظهرتش في التصوير. خلاص، الاكل جهز معانا اهو زي ما انتم شايفين. بصوا صينيه البطاطس تحفه تحفه اهي، زي ما انتم شايفين كده. والفرخه انا كنت حطاها في نص الصينيه، معرفش ايه اللي رجعها كده في الطرف. هي الظاهر زعلانه من الاسعار يا جماعه. معترضه على الاسعار. ودي اكلتنا كانت النهارده هي، يا رب تعجبكم. لو عجبكم الفيديو، يا ريت يا جماعه ما تنسونيش باللايك بالله عليكم، واشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بجد انا كنت سعيده بوجودي معاكم. انتظروني في فيديو جديد. انتظروني في فيديو جديد. سلام عليكم.